السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم جيده على ما يرام. اليوم غادي نديرو بيتزا اللي سهله خفيفه، كتجي بيتزا رائعه، يعني دغيا كطيب دغيا كتوجد حتى للدقيقه 90 ونوجدوها. بيتزا اللي كتجي سائله، يعني ماشي ديك البيتزا اللي فيها قوه الروين وبيتزا قاصحه ولا. البيتزا كتجي سائله، كتجي خفيفه بزاف، والدقيقه 90 كنوجدوها ودغيا كطيب. انا هنا البنات بالنسبه للمقادير خديت زلافه كبيره ديال الطحين، زلافه كبيره. خديت 2 معالق ديال الزيت البلديه، معلقه كبيره ديال الخميره، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الخل. وخديت هنايا معلقه كبيره ديال معلقه صغيره ديال خميره الحلوى، وغادي ناخذ الزعتر. البنات هنا انا غادي نعاود معكم المقادير كما شفتوا معايا. كما قلت لكم هنايا بالنسبه للمكونات عندي زلافه ديال الطحين، عندي 2 معالق ديال الزيت البلديه، يعني معالق كبار زيت الزيتون ولا الزيت العاديه الا ما عندكم غتعوضوا بالزيت العاديه. عندي معلقه كبيره ديال الخميره، عندي معلقه صغيره ديال السكر سنيده، نص معلقه ديال الملحه، وعندي معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، ومعلقه كبيره ديال الخل. وكما شفتوا الزعتر راه ضروري كنديروه في العجينه. عندي كاس ديال الماء دافي، انا هنا غادي نعجن، غادي ناخذ غير القياس، يعني ما غاديش نخوي هذاك الكاس كله، غادي ناخذ غير اللي يكفيني باش تكون لي هذيك العجينه يعني جاريه وماشي قاصحه. بالنسبه للعجينه غتكون جاريه شويه بحال العجينه ديال السفنج، حيت هاد العجينه كتبغي تكون خفيفه، ما تبغيش تكون قاصحه ولا ثقيله شويه. كما شفتوا البنات انا هنا كنخدمها مزيان باش يدخلوا هذوك المكونات كاملين في الدقيق، وراه دغيا كتخمر دغيا كتوجد، يعني غير كنعجنوها كنغطيوها كنمشيو نوجدو لاصوص وكنقادو نوجدو الحشوه ديال البيتزا، حيت دغيا البنات كتخمر هاد العجينه هذه. وبالنسبه اللي بغى يدوبر المقادير وبغى يدير يعني 2 بيتزات غيديرهم، لان هاد البيتزا راه كتجي كبيره، كتجي بيتزا كبيره. هانتوما غتشوفوا انا راه خدات لي الطاوه ديال الفران يعني كلها. اللي بغى يدوبر المقادير غادي يدوبر المقادير، غيدير 2 زليف ديال الطحين. انا راه درت غير زلافه وحده يعني كافيه، والبيتزا كتجي تبارك الله ما شاء الله كبيره. كما قلت لكم غير جربوها البنات وردوا عليا. انا هنا عجنتها غطيتها، مشيت نوجد لاصوص البنات كما شفتوا معايا. هنا حكيت 3 ديال حبات ديال مطيشه، وغادي نصفيهم يعني باش ما تعطيناش ديك الحموضه، غنحيدوا لها ديك الزريعه وديك الشوائب اللي تيكونوا. غادي نخلي غير تبقى عندي لاصوص، يعني تكون لاصوص ملسه عاديه، ما يكونوش فيها الحبيبات يعني قاصحين. غادي نصفي انا البنات هنايا صفيتها. غادي نضيف الزيت، غير الزيت العاديه، هنايا شويه البزار، شويه الملحه، ها شويه شويه البنات، شويه الزعتر، وهنا معلقه صغيره ديال السكر سنيده باش ما تجيناش حامضه. كنهرسوا ديك الحموضه ديال المطيشه بسنيده. هنا البنات انا غادي نديرها طيب، يعني غير طيب تشحر ليا مزيان هذيك لاصوص، وغادي نحيدها. هنا البنات كما شفتوا راه دغيا خمرات. انا هنا خديت الطاوه، يعني راه ما كنحطوش الدقيق ولا الدلاك وقوه الروين راه كنخدموها ديريكت مباشره. كناخذوا العجينه كنحطوها في الطاوه، كندهنوا الطاوه بالزيت العاديه وكنقرصوها يعني من البانيو للطاوه نيشان، يعني بلاش ديك قوه الدقيق. هنايا نقرصو هنايا وعاد نحطو هنايا، ولا عاد نديروها طيب، ولا ديريكت البنات مباشره كناخذوها ناخذوا العجينه من البانيو كنقرصوها نيشان كما كتشوفوا معايا البنات. انا راه هنا كنقرصها، غادي نقرصوها مزيان ما تخليوهاش غليظه.
غير هزيتها حطيتها، لان صراحه انا هذا الفيديو صورته في رمضان وكان قريب يأذن المغرب، وكنت زربانه صراحه البنات، وهنا ما قاديتش ليها، يعني كنحاول نقادها. ما قاديتش الجناب، غير هزيت العجينه وبديت كنقرص، يعني مباشره هزيتها وبديت كنقرص من البانيو للطاوه، يعني ما بقيتش كنقاد. كان قريب صراحه يأذن المغرب. كنحاولوا نقرصوها مزيان، هي راه كتنفخ مع الخميره وهذا، كتنفخ لينا العجينه. هنا البنات انا غادي ناخذ هذه ديال البيتزا. الا ما عندكم نتوما هذه غتقبوا غير بسميتو بالفرشيطه عاديه. هنا البنات كما شفتوا معايا راه وقفات هذيك لاصوص غير على الزويته. غادي يعني ندهن بها الوجه ديال البيتزا كامل كما شفتوا، يعني الوجه تاع البيتزا كله غادي ندهنوه صافي، وغنحطوا الحشوه. هنا البنات انا خديت الفرماج محكوك، غادي نرش البيتزا بالفرماج محكوك. هنا انا خديت غير مطيشه قطعتها دوائر، وخديت الفلفله حتى هي قطعتها دوائر. بالنسبه لكم تقدروا ديروا البصله والفلفله حتى هي، يعني الحمراء والخضراء. انا هنا عندي غير الفلفله الخضراء ومطيشه. ما بغيتش ندير البصله البنات، درت انا غير فلفله وخضراء ومطيشه. تقدروا ديروها بالدجاج، انا هنا غندير غير الطون. يعني صراحه كتجيب الطون زوينه بزاف، كتجي خفيفه وكتجي بنينه، كتجي لذيذه. هنا البنات انا خديت هاد الطون هذا اللي بلاصوص ديال المطيشه، صراحه كيجي زوين بزاف، كيعجبني في البيتزا. تقدروا ديروا نتوما ديال الزيت، تصفيو الزيت وديروا غير الطون بوحديتو. انا صراحه هنا غادي ندير غير هاد الطون هذا، يعني كيعجبني بهاد لاصوص ديال المطيشه، كيجي بنين وكتجي البيتزا بنينه. انا كنحاول نوزعو يعني بلاصوص ديالو، لان هذيك غير لاصوص ديال المطيشه حتى هي غنديرها. وهنا البنات كما شفتوا معايا عاود رشيت بالفرماج من الفوق. هنا البيتزا بعد ما طابت كندخلوها الفران البنات، كنشعلوا ليها العافيه من الفوق ومن التحت، يعني غير كتطيب لينا هذيك
مطيشه، وسبحان الله هذيك مطيشه والفلفله راه كيطيبوا بداك الصاد، غير كيطيبوا كنحيدوها راه كنلقاوها طابت كيما شفتوا معايا هنا، راه تحمرات. ايوا اهلا البنات، كما شفتوا معايا كما قلت لكم راه طابت البيتزا. كنشعلوا لها الفران من الفوق ومن التحت، غير كطيب البنات كطيب البصله، كطيب هذيك مطيشه والفلفله عفوا، صافي. وكنحيدوها كنلقاوها، وهذاك الفرماج راه كيذوب من الفوق، كنحيدوها كنلقاوها راه تحمرات وطابت. كما شفتوا معايا البنات الفقاعات في الجناب، كما قلت لكم راه كتجي خفيفه مهويه بحال العجينه ديال الشفنج. كما كتشوفوا راه الفقاعات ديالها كيجيو باينين، يعني كتجي مهويه وحتى للدقيقه 90. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو.